السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنسمع دلوقتي سيف زاهر وكلام مهم جدا عن واقعة الحكم محمد عادل في مباراة الزمالك والبنك الأهلي. نسمع سيف زاهر ونرجع تاني. امبارح عملنا الحقيقة يعني بحث في ملف التحكيم، وجبنا كل الأطراف وعملنا دربكة والدنيا اتقلبت، وهنا والرأي الآخر وكله مشي. والنهاردة كان في جلسة استماع، سامعين من جوه الجلسة 50 رأي و50 قصة و50 فيلم. المرة دي بالذات الأمور اختلفت. كله دلوقتي او كابتن سمير عثمان او كل الناس بتسأل هو الموضوع فين؟ مين اللي سرب؟ حكم الفار ولا مين؟ محمد عادل قال حد في لجنة الحكام قال لحد عشان يخلص على محمد عادل؟ مين قال لمين فين؟ القصة دي حضراتكم مش هنوصل فيها لشيء، ولا اتحاد الكرة هيوصل فيها لشيء. الوحيد اللي عنده الرد صاحب السبق احمد عبد الباسط. زميلنا احمد عبد الباسط هو اللي طلع بالموضوع، هو اللي قاله، هو اللي عارف مين اللي بلغه. وانا اعتقد لمعرفتي باحمد ولمعرفتي لاي اعلامي او اي صحفي كبير المصدر، كل سنه وانتم طيبين. فان احنا نوصل لحاجه كلها قصه ضياع وقت وشطاره الحقيقه من احمد، عشان برضو ندي كل واحد حقه. ولكن هو دلوقتي القرار في اتحاد الكوره؟ الفاتوره عند مين؟ انا اقول لحضراتكم قرار اتحاد الكوره اللي محدش عارفه خالص. كان في جلسه النهارده مع الاستاذ جمال علام. الاستاذ جمال علام النهارده قال للناس في اتحاد الكوره عند حضراتكم حل واحد فقط لا غير، تقولي بنتيجه التحقيق، يا اللجنه يبقى حد من اللجنه اللي طلع، ففي الحته دي انا هتصرف، يا يطلع مفيش موضوع ونطلع نقول مفيش موضوع، يا يطلع يقول في موضوع واعرضوا الفيديو بتاع الصوت. انا من وجهة نظري الموضوع ده بالذات ما يقبلش الاسم على اتنين. عايزين حضراتكم تحكيم مصري، عايزين لجنة بقيادة رئيس تحكيم مصري، عايزين يبقى فيه خطوات للإصلاح. الفيديو ده لازم يعلن على اتحاد الكورة او تشكل لجنة وتسمعه ويعلن على الرأي العام ايه اللي حصل في الفيديو او ايه الحديث اللي حصل، علشان لا يتظلم محمد عادل. في بعض الاصوات امبارح محمد عادل النهارده، او الناس النهارده بتقول لي محمد عادل النهارده راح وقال للجنة اللي عنده فيديو يطلعه، اللي عنده حاجة يطلعها. فواضح برضو ان في الجديد جديد، وان عادل قلبه حديد. واضح ان في الجديد جديد، واضح ان عادل قلبه حديد. قال له طلعه، عندك حاجه يا استاذ، عندك فيديو بيقول كده، طلعنا بطل تحكيم. يا حضرتك تبطل شغل في اللجنه، واحد من الاثنين هيطير. عشان الامور تبقى واضحه، لا ينصلح الحال والاثنين مع بعض، واحد من الاثنين هيطير. وعدم اصدار الحقيقه، او ان بلغه التحكيم ان محمد عادل ينزل يحكم تحت او يستخبى شويه، ده شيء يدينه. هل هو هيسمح بكده؟ ده لو ما حصلش، ولو سمح بكده يبقى ده اعتراف ضمني منه ان هو ده اللي حصل. كل موضوع يبقى فيه سريه تمام، لكن الموضوع ده بالذات الامور ما تمشيش كده. واحد يقول لك الاهلي عايز اجنبي. لو لجنه الحكام ما دارتش الموضوع ده صح، مش الاهلي بس اللي هيبقى عايز اجنبي، ناس كتيرة في الدوري المصري هتبقى عايزة أجنبي. طيب هل هو الأهلي بس اللي عايز أجنبي؟ لا، هناك اتفاق كان في الاجتماع الأخير لرابطة الأندية في وجود نائب أحمد دياب ووجود أستاذ جمال علام وكابتن حسين لبيب وكابتن محمود الخطيب، اتفقوا إن يبقى فيه رئيس لجنة حكام أجنبي، وده اللي اتفق عليه أستاذ جمال علام. ثم بعد كده قال لهم أنا مش هجيب حاجة بدولارات تانية بقى اما يجي المجلس الجديد. وأنا كنت مع إن لو في قرار او اتفقوا على حاجه كانت تتعمل. فين المشكله يعني؟ مفيش مشكله، لان انت هنا بتنقذ موسم. سيبنا من الاخطاء التحكيميه لانها وارده في كل حته، ولكن الموقف ده عايز شفافيه كبيره جدا في التعامل. انا بقول لحضراتكم اهو بالفم المليان، واحد من الاثنين هيطير، يا لجنه الحكام يا الكابتن محمد عادل، اي منهم.
لازم الامور تبقى فيها شفافيه وتبقى واضحه على العلن. طالما الموضوع طلع ما عادش يهمني بقى طلع مين، لان هنقعد 100 سنه مش هنعرف طلع من مين، عشان ما تضيعوش وقتكم. مش هنعرف طلع مين وهنظلم، عشان تبقى الامور برضو واضحه. ورجعنا لكم تاني، وطبعا حضراتكم سمعتوا كلام الكابتن سيف زاهر وكلامه عن التحقيق اللي حصل مع الحكام في موضوع التسريب اللي كان في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، تسريب الفار بخصوص الحكم محمد عادل واللي حصل في المباراة. طبعا لحد دلوقتي مفيش جديد اتقال يعني في الموضوع دوت، وفي كلام ان ابراهيم نور الدين متورط في الموضوع التسريب دوت، ومحمد عادل احتمال يواجه لإيقاف 6 شهور. وطبعا سيف زاهر النهارده اتكلم وقال ان لحد دلوقتي ان هم ما اعلنوش، ومفروض يعلنوا التسريب او يقولوا اللي حصل في التحقيق مع الحكام. وطبعا احنا ما فيش حاجه كده كده هتحصل مع الحكام، لان طبعا الدنيا ماشيه كوسه زي ما حضراتكم عارفين. ويا ريت حضراتكم لو في اي حاجه تقولوا لنا رايكم على الكلام اللي قاله الكابتن سيف زاهر دلوقتي في الحلقه بتاعته. وما تنسوناش بالله عليكم تشتركوا في القناه عشان يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.